عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيحة لمن يكثر من الذنوب. قل للذي يبغي الخلاص من الذنوب: أخي قد بيت نية أن تتوب، فالجأ إلى الرحمن علام الغيوب، بادر إلى الرحمات دون تواني، عجل بالتوبة من الذنب فإن الشهوة تجعل الرجل يمل. الهوى يوقعك في الملل، والله لا يشرح الصدر إلا الطاعة، وكثرة الانكسار والتوبة بين يدي الله جل في علاه. فإذا رأيت الذنب بالإمكان في خلوة ما ثم من إنسان وبليت بعدها بنزعة الشيطان، فاستحضر الرب العظيم الشان، واستحضر النعم الكثيرة نازلة، كرم من الرب الكريم ونافلة، وسعيت بالعصيان أنت مقابله شتان بين الشكر والكفران. عجل بالتوبة، بدل حياتك، غير عاداتك. أولست تدري إن ركبت الشهوة لذاتها تفنى وتبقى الشقوة، ويفوت خير ليس يأتي عنوة، أعظم بهذا الفوت من حرماني. والله ما تضيعه على الذنوب هم على قلبك يتراكم، حزن في قلبك، شعور بالضيق والضنك، شعور بالحرج، قلة في الرزق، قلة في التوفيق. لا يرتفع ذلك إلا بتوبة نصوحة. الآن اعقدها في قلبك وأنت تسمعني، قل: يا رب تبت إليك من كل الذنوب، ظاهرها وباطنها، كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها. يا رب أعني على ذلك. يا رب أعني ألا أقع في الغفلة. يا رب أعني أن أكون من عبادك الصالحين، وابدأ بالإصلاح. أصلح نفسك، غير عادتك، غير طريقك، اطلب العلم، رافق المؤمنين في المساجد، احضر حلقات القرآن، احضر الدروس ولو تعليم عن بعد. فالناس إما مبتلى ومعافى، والمبتلى الذي لم يعافى. شر المعاصي والهوى استخفافا، لا تستخف بالمعاصي، هي كالجبال تقبع على قلبك حصوة، ومعها حصية أخرى، وحصية، فإذا بها جبل عظيم يقبع على قلبك. النفس التي تأمرك بالسوء أدبها، واقطع خواطرها لكل شهوة، واهزم أمرك على التوبة والطاعة، فإن الشقي من أطاع هواه، وإن السعيد من أطاع ربه. فلا تكن من المكتوبين عند الله من الأشقياء. فالتوبة لوحدها نعمة عظيمة. كيف إذا عقب عمل صالح إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، ثم تتبدل السيئات إلى حسنات، والله إنك وقتها في أعظم النعم. فاحمد الله أن يثبتك إن ثبتك على الطاعة، واحمده أن هداك للتوبة، واسأله أن يثبتك على التوبة، وإن شاء الله ستجد خيرا عظيما. أختم بثلاثة أركان: توب إلى الله، واندم على ما فوت، غير صحبتك، وغير أعمالك.